هل في حاجة معينة مأثرة فيك لحد دلوقتي انت شايف ان انت كان ممكن تاخدها وما كملتهاش؟ ما يعني فكره ان انا اتخرجت من الكليه وما اشتغلتش بالشهاده مثلا، اه. يعني ده طريق. ميخا خريج صيدلة يا جماعة. صيدله اشتغلت في صيدليه شهرين بس ما قدرتش تكمل. والصيدله طردتني يعني. هي الصيدله انتوا ليكم طريقه حساب غريبه قوي في اللي هو بالساعه، يعني حد كان بيقول لي ان هو بياخد ايه 600 جنيه في الساعه، فبقول له يا نهار اسود، ده انت بتاخد ارقام انا ما احلمش بيها. لا دي الساعه الشهريه. ما انا ما فهم يعني ايه ساعه مش شهريه. هي- هي عمليه حسابيه كده، ملهاش اي لازمه غير ان الناس ما تعرفش احنا بنقبض كام. اه يعني اللي هو بدل ما يقول لك انا باخد. حاول اشرحها حسب ما فهمتها وانت قول لي صح او غلط. هو لو قال له انت هتشتغل مثلا 8 ساعات في اليوم، الساعه ب 300 جنيه، فانت كده الشهر هتقبض فيه 1800 جنيه 2400 جنيه، اللي هم ال8 ساعات دول انت هتشتغلهم لمده شهر. لمده 30 يوم هتاخد في الساعه اللي هي في 30 كذا. ايوه، ما ده هبل، مفيش حد بيحسب. هم مش عايزين الناس تعرف بس بنقبض صح كام، كده، انا يعني قلت اللي كده هو صح. عشان ما تيجي تتجوز يعني تحس ان انت انا بقبض في الساعه 600 جنيه. لو عامل اونلي فانز يعني مش هاخد صح 600 جنيه في الساعه. الرقم ده. لو كده حط اللينك بتاع اونلي فانز بتاع لينك اونلي فانز هتلاقوه بتاع ميخا.